السلام عليكم. تعملي ايه لو معندكيش غير معلقتين لحمه مفرومه بس؟ مش هطبخ، لا هنطبخ وهنعمل اكل وهما هيغلوا واحنا هنتصرف ونطبخ برضو. تعالي نعمل المعلقتين اللحمه دول وجبه كامله متكامله من كل العناصر الغذائيه، تكفي عيله كامله ان شاء الله. نبدا كده ببركه الله ونقول بسم الله. اللهم هذا رزقنا وما له من نفاذ. في حلة على النار فيها اي مادة دهنية بتستخدميها، هننزل فيها بمعلقتين اللحمة المفرومة دول، نعصقهم كده، مش هنقلبهم الا لما ياخدوا لون من الاتجاه اللي فيه النار. بعد كده هنقلبهم على الاتجاه التاني، هنزل عليهم ببصلة مفرومة واقلبها فيهم. بعد كده هننزل بالبهارات بتاعتنا، اضيف معلقة من الملح ورشة من فلفل اسود وكمون وبهارات اللحمة، واقلبهم كويس كده واسيبهم يتعصجوا مع بعض، يعني حوالي ربع ساعة. هما معلقتين مش هياخدوا نار كتيرة. وانزل عليهم بعصير طماطم، ده كده لتر من عصير الطماطم او كوبايتين كبار قوي يعني. اقلبهم كويس واسيبهم يتسبكوا مع بعض. ولما يتسبكوا معايا اي كمية من السبانخ هتستخدميها، دول نص كيلو، عليهم شبت وبقدونس وكزبرة، هقطعهم مع بعض كويس. ولما تتسبك الصلصة هنزل عليها بنص معلقة من البابريكا، واكون قطعت الخضار بتاعي انزل عليه بالسبانخ وكل الخضار، يعني انزل بيهم على الصلصة واقلبهم مع بعض كويس لحد لما السبانخ بتنزل ميتها وبتعمل هي الصوص بتاعها، مش يعني بضيف لها نص كوبايه ميه بس. في نفس الوقت بكون بحمر معلقتين كده من لسان العصفور، هنزل بيهم على السبانخ بتاعتنا، هقلبهم مع بعض واسيب لما السبانخ تنزل ميتها وما تاخدش حوالي 10 دقايق سوا. بعد كده بطفي عليها وبقدمها بألف هنا وشفا. وجبة كاملة تاكلوها بقى مع رز بالشعرية، رز ابيض او عيش زي ما تحبوا تاكلوها. كل حاجة كاملة فيها، معلقتين لحم مفرومة بس. لو استفدتوا من الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مبحبش الزبانخ لو سمحت اوعى تعمل ديسلايك، اعملوا لايك برضو للفيديو. لو استفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يحسن ما بين ايديكم.